بالتأكيد كل المصريين يعيشون حالة جديدة من الحزن والحداد. الحداد في هذه الحالة تحديدا ربما يشوبه لحد ما إحساس بالرغبة الشديدة في الثأر والانتقام. ربما عند البعض يكون في إحساس شديد بالمهانة والإهانة، لأنه هو ده الهدف من المشاهد التي بثها تنظيم داعش الإرهابي منذ قليل لإعدام وذبح 21 مصريا من المسيحيين. هدفهم إشعال الفتنة الطائفية من جانب، واللعب على وتر الفتنة الطائفية، وإظهار الإسلام بأنه يقوم بذبح المسيحيين بهذا الشكل، بالإضافة إلى أنه عندهم هدف تاني، وهو كسر شوكة الدولة المصرية التي وقفت على قدميها، أو التي ربما نقول هي الوحيدة التي نجت من مخطط ومن مخططات نشاهدها جميعا أمامنا في سوريا والعراق واليمن وفي ليبيا. ليبيا كانت مسرحا لهذه المذبحة الدموية المأساوية. الجديد اللي هيبقى عند الناس، لأنه مش هستعيد بالتأكيد، الناس مش عايزة اللي يكلمهم عن ألمهم ومواجعهم وعن الإحساس بالإهانة والمهانة. الناس هتقول طب نعمل إيه؟ هتلاقوا بعض الناس يقول لك لابد أن نوجه ضربات عسكرية لداعش في ليبيا، لابد أن نثأر وننتقم بأي شكل، لابد أن نأخذ القصاص لشهدائنا في أي مكان، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية وكما تفعل الدول الكبيرة. لما كنت بتكلم منذ قليل مع بعض المسؤولين في وزارة الخارجية، فقالوا الهدف من هذه المشاهد هو أنه داعش عاوزة تجذب مصر، وعايزة أنها تضع كمينا لمصر بحيث أنها توجه ضربات عسكرية مش معلوم هتوجهها فين والمين ولأي مكان، انتقاما وثأرا. وقالوا أنه هدفهم هو أن تنفعل مصر وتوجه ضربات عسكرية يمكن أن تكون النتيجة هي خسائر نحققها في المستقبل وحواجز نفسية مع الشعب الليبي، خاصة كمان أنت هتوجه ضربات عسكرية فين والمين. لكن لما بتسأل عددا كبيرا من المختصين والفنيين وعددا كبيرا من المواطنين المتحمسين والغاضبين، هيقول لك لازم نثأر ولا بد أن نحصل على القصاص العادل بتوجيه ضربات عسكرية لداعش في ليبيا. خلاص، حسبما يقولون الإرهاب يأتينا من ليبيا تمويلا وأسلحة، ومقاتلين إرهابيين ينتقلون من ليبيا إلى سيناء. داعش في سيناء تلاحق أيضا المسيحيين، وهنجيب لكم تقرير حتى بعد قليل إذا لحقنا بذلك لإشعال النار في منزل أحد المسيحيين وملاحقة المسيحيين في سيناء. داعش في سيناء، داعش في ليبيا. الناس تطالب بالثأر والانتقام. هل ننفعل؟ هل نغضب؟ الدبلوماسية بتقول لا يمكن أن ننفعل أو نغضب، لا يمكن أن نوجه ضربات عسكرية لليبيا، لكن هتلاقوا شعبيا الناس تطالب بتوجيه ضربات عسكرية لداعش. مشهد إعدام وذبح 21 مصريا، يعني العدد كبير. الولايات المتحدة الأمريكية لما بيتم إعدام صحفي أمريكي أو صحفي أوروبي بتنزعج هذه الدول وتذهب لمجلس الأمن وتشكل تحالفا دوليا لمواجهة داعش وتوجه ضربات. لكن داعش في سوريا والعراق معلوم، لكن داعش في ليبيا هنا عشان تأخذ هذه الخطوات، هل بقى نحتاج للضغط السياسي عشان نقول لمجلس الأمن إنه ليبيا أصبحت ساحة للجماعات الإرهابية التي لا تهدد مصر فقط، تهدد المنطقة كلها؟ ناس منفعلة جدا، غاضبة جدا. مشهد الذبح، مشهد بس نشوفهم وهم بيمشوهم. احنا طبعا لا نستطيع ان احنا نجيب مشهد الذبح لاعتبارات إنسانية ووطنية وأخلاقية وقومية، بالإضافة إلى الشعور الشديد بالإهانة والمهانة.
يعني أي انتصار يحققه هؤلاء. ومن يصنع هذا المشهد اللي يتم التعمد أنه هذا المشهد يكون على ساحل مية، يعني حتى عايز يديله طبيعة وعايز يضفي على هذا المشهد طابعا زي اللي انتوا شايفينه، طابعا يبقى فيه الطبيعة البحر أو المياه من الخلف، ويبقى عندك ينفذ هذا المشهد بهذا الشكل التمثيلي، وداعش بأقنعتهم السوداء وملابسهم السوداء، بالإضافة إلى أنه الضحايا أو الشهداء المصريون يرتدون ملابس موحدة في مشهد يدمي القلوب ويؤدي إلى أنه الناس تشعر بالإهانة والمهانة وتقول ما الذي سنفعله، والهدف هو كسر شوكة الدولة المصرية التي وقفت على قدميها. الهدف زي ما بتقول الخارجية المصرية لما كنت بتكلم مع بعض المسؤولين هو ان احنا ننفعل ونغضب. طيب اللي بيقول نوجه ضربات نوجهها لمين وفين وفي اي مكان وايه اللي احنا ممكن نعمله؟ في كمان هيبقى جانب تاني هيتعلق بعائلات الشهداء